تترقب جماهير الأهلي ما سيفعله النادي مع الحكم السنغالي عيسى سي بعد طرد جراديشار الغير مستحق. يؤكد عامر العميرة خبير اللوائح أن من حق الأهلي التقدم بالتماس لتخفيض عقوبة إيقاف جراديشار 3 مباريات، لكن إلغاء القرار صعب لأن قرارات التحكيم لا تلغى. يحتوي أحمد عبد القادر ولاعب الأهلي حزن محمد مجدي قفشة من عدم مشاركته في المباريات الأخيرة. تسيطر حالة رضا كبيرة على ياس ثورب المدير الفني للأهلي تجاه جميع اللاعبين المشاركين في مباراة إيجلينوار نظرا لالتزامهم التكتيكي وتقليل الهفوات الدفاعية. يرفض وليد صلاح الدين تطبيق لائحة العقوبات على جراديشار بعد تعرضه للطرد المباشر لتأكده من ظلم اللاعب. أشاد الإعلامي سيف زاهر بأحمد عبد القادر بعد مشاركته أساسيا لأول مرة منذ فترة طويلة، مؤكدا أنه يمتلك إمكانيات كبيرة. تؤكد تقارير صحفية أن إمام عاشور سيحتاج من 2 إلى 3 أسابيع تأهيلا قبل العودة للمشاركة مع الأهلي بسبب افتقاده الكتلة العضلية واللياقة البدنية. بدأ الأهلي في الاستفسار بشكل ودي من مسؤول البنك الأهلي عن إمكانية بيع ال6 أشهر المتبقية في عقد محمود الجزار في يناير القادم. أكد مصطفى العش للمقربين أنه لا يعرف أي شيء عما يقال عن عودته لنادي زد في يناير المقبل مقابل انتقال أحمد طارق للأهلي بسبب عدم قناعة وليد صلاح الدين به. يدرس الأهلي جدياً بيع أليو ديانج في يناير المقبل على أي حال، سواء قام بتجديد عقده أم لا، لتوفير مكان لبعض اللاعبين الأجانب الجدد. تؤكد صحيفة المنتخب المغربية أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لديه رغبة في مواجهة المغرب ودياً قبل كأس الأمم الإفريقية. يؤكد مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة يدرس أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب لقيادة المنتخب الأولمبي في تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس. تعرض أحمد حجازي لإصابة وسيغيب عن الملاعب ونادي نيوم لمدة 2 أسبوع على الأقل. بدأ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك في استعطاف جماهير النادي لاحتواء غضبهم بعد الهجوم عليه لعدم الاستماع لمطالبهم بإقالة فيريرا. أشاد عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق بياس ثورب بعد مباراة إيجلينوار، مؤكدا أنه مدرب يملك وعيا كبيرا وتعامل جيدا مع النقص العددي وتنظيم الفريق دفاعيا والخروج بشباك نظيفة وفائزا. انتقد محمد فضل بشدة حكم مباراة الأهلي وإيجلينوار البروندي بعد طرد جراديشار الكوميدي، مؤكدا أن مستواه لا يليق بإدارة مباراة بين فرق الهواة وأن تعيينه يؤكد على المستوى المتدني. أكد محمد فضل أن الحكم بوظ المباراة على الأهلي وصعبها عليه رغم سهولتها. أكد محمد فضل أن جراديشار لاعب محترم ويستحق التحية على تماثله لقرار الحكم دون إثارة مشكلة. انتقد أحمد بلال لاعب الأهلي السابق بشدة مستوى أحمد نبيل كوكا ويتعجب من استمرار اعتماد يسترب عليه أساسيا في الجبهة اليسرى رغم عودة محمد شكري. أكد أحمد بلال أنه كان لابد أن يتحدث عادل مصطفى ووليد صلاح الدين مع المدرب قبل المباراة على ضرورة البدء بمحمد شكري. أبدى أحمد بلال قلقا كبيرا من المستوى البدني للعديد من اللاعبين في الأهلي والحالة البدنية للفريق بشكل عام قبيل السوبر المصري والبطولات القادمة. أكد أحمد بلال أن الطرد غير المستحق كان يمكن أن يكون سببا في خروج الأهلي، وسيكون سببا في إيقاف مهاجم الفريق 3 مباريات في ظل وجود مشكلة أساسية في مركز المهاجم. أكد أحمد بلال أن فريقا كبيرا مثل الأهلي لا يمكن أن يكون لديه ثنائي هجومي فقط، ويجب العمل على توفير ثلاثي على الأقل في هذا المركز. أشاد محمد فضل بأسيست محمد علي بن رمضان في هدف عمر كمال عبد الواحد، ويرى أن أفضل توظيف للاعب التونسي هو مركز اللاعب رقم 10. أكد محمد فضل أن المباراة كانت مهمة جدا للمدرب الجديد ليقف على مستوى بعض اللاعبين الذين شاركوا لأول مرة أساسيا مثل عبد القادر وعمر كمال وبكم، ولا قدرة بن شرقي وطاهر على اللعب في مركز المهاجم الصريح. أشاد حسني عبد ربه نجم المنتخب الوطني السابق بمروان عطية، مؤكدا أن الضغط الذي قام به نصف الهدف، وينصحه بالابتعاد عن الباصات الخاطئة في منتصف الملعب.
يرى حسني عبد ربه أن عودة عبد القادر المشاركة أساسيا مكسب كبير رغم ظروف المباراة،